وياد يا عبد العال. ايوه نعلف الجاموسه من هنا. ايوه تولد لي عجلين بقر. نطلع السوق. ايوه نلاقي الطماطم بكام؟ الطماطم 3 كيلو ب5. يا حاج بسيوني قطعت متر ايه؟ يا راجل ما ينفعش كده. اقعد بس. هو انت كبير عيني ولا كبير خشب؟ لا بس فيه ايه؟ دلوقتي يا حاج بسيوني تعال قول يا باشا دول روح لحل معاهم، يا اما انا بقى ما تزعلش مني. عيال عم مين؟ فزعوا عماه. عملوا لك ايه؟ دلوقتي يا عم واخدين مني عليقه. وقالوا لي العليقه دهيت احنا جايبين فراخ بياضه وما فراخ بياضه والفراخ هتبيض والعمليه هتبشبش وادينا شويه شكوك الاول لحد ما نقف على رجلنا والفراخ تبيض، وبعد كده هناخده كاش وتوتو على كبوته ولو عايز فلوس كمان ندوه. انا الموضوع اغراني بصراحه. يا سلام. المهم اديته جم خدوا طين في الثاني في الثالث الفلوس يا جماعه يقولوا لي اصل الفراخ قاطعه شويه، اصلا احنا في السفر الله يخرب بيت الفراخ دي. الفراخ ديت انا ما نعرفش ننام منها كاك 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 ولبيض بيطلع ومايله وشغل دماغ. يا راجل رد على كبير العزبه احسن والله العظيم، هتلاقيهم متعلقين على اول العزبه. نقول لك كده قول يا حاج بسيون. احنا كده جات فرصتني ان احنا ناخدوا حقنا من العيال دي. كده جات لنا على الطبطاب ده، انا كل شويه نطلع فراخ ميته من البرسيم، جاتنا على الطبطاب. طب نقول لك ايه؟ انا هنضرب خازوق كده وزي ما تيجي. ايه رايك؟ انا معاك يا حاج بسيون. بس تبقى معايا في ايه؟ انا معاك يا راي برقبتي. ماشي. نقول لك يا حاج هارون. يابا ايه؟ اكلت البهايم تقول لك امي تعالى حشلهم من الغطا اللي قبلي. الله يقطع امك. اقعد اقعد بس. نقول لك يا حاج هارون. اللي يخلصك من الموضوع ده تديله كام؟ اللي يخلصني؟ بص يا حاج بسيوني، انا ليا عندهم 37,000. ايوه خد ال7 واديني ال30 وخلصنا. ماشي. دي سهله بس زي ما نعمل انت تصدق عليا وخلاص. سايب الدكان لوحده. مالكش دعوه. قول ماشي ماشي. ايه انت راح؟ سايب الدكان لوحده وقلت لهم ما تقعد فيه دلوقتي. دكان ايه واحنا عارفين نلموا الفلوس بتاع الدكان. المهم ما علينا. انت تروح تزعق لهم دلوقتي. ماشي. على جيتي عليك وزي ما انا نقول انت تصدق ورايا وخلاص. يعني انت تقول وانا نصدق عليك. صدق كلام. حاج هارون. ماشي بس خلاص ماشي. يلا روح انت تعارك معاهم وطلع عين ابوه. بس حصلنا لان لو واحد فيهم رد عليا كلمه حتى هتلاقينا مطير. لا هتلاقينا في دارك ان شاء الله. يلا لك ايه؟ انا هنبعت الواد دي يجيب بيض من تحت فراغ. ايوه. وانت هتروح تقعد اول ما تشوفني جاي بيهم تقعد تطلع من الحماره بيض. هنقول الحماره دي بياضه. فاهم؟ الحماره دي بياضه؟ مالكش دعوه والباقي هتعرفه بعدين. خلاص ماشي. هي في حماره بتبيض، انت هتكلمني ولا انت هتجنني؟ ما ابوك قال مالكش دعوه. انت عارف ان ابوك بيطلع البيض. مالكش دعوه انت. خازوق يعني. ايوه. شغلانه نصبايه فيها قرش نضيف ولا ايه؟ هناخد المفرخه بتاعتها معانا. سلمك يا راجل. خلاص انا اروح اجيب الحمار وانت هات البيض. وماله ما وانا يسحقش. هروح وراهم كده. وماله ما يسحقش. تعرف يد يا عوضين عشان المشروع بتاعنا دي يكون ناجح لازم يكون معاكم واحد نور زي كده وخبير في قسم الدواجن. فعشان كده يد يا عوضين لازم نديك شويه الحاجات المفيده في قسم الدواجن. طب يلا كده وريني. اهم حاجه ايه يا عوضين وانت داخل الصبح كده تلقي نظره على الفرخه اللي راجله تضربها تقومها. دي اول حاجه. تضربها بعصايه تكون عصايه مش كبيره، عصايه كده. تيجي يد يا عوضين بعد ما تضربهم وتقومهم تيجي ماسك 10 شكاير 10 شكاير اللي بتاع اللي بياكلوه دي اسمه عليقة. 10 شكاير عليقة الفتح او الفجر. مش هتفرق. انه الاحسن يعني. الفتح والفجر تحطهم مع بعض. وتلخبطهم كده على بعض وتيجي بادر تقعد تبدر كده في البتاع يد يا عوضين ويتنوا ياكلوا. بعد ساعة ولا 2 اما بدوش تبقى تعالى على وش دهوت وتيف. بعد كده هنقعد نتف طول النهار. ما هو فين البيض اللي بيدحوني الوقت؟ ايه ما هو ما دحوش. ما بيدحوش. ما هو انت ما عملتش يد بالنصيحه بتاعتي يا رجالي. اقعد خد النصيحه الثانيه. اقعد خد النصيحه الثانيه. لو ما بفضوش اسمع النصيحه دي. انت راجل. فين البيض؟ اقعد. وعشان البيض يبيض يا فزاع عشان الفراخ تبيض. اسمع بس عشان الفراخ تبيض انت ما حضرتش النصيحه الاولى. مش عايز نحضرها. خد النصيحه الثانيه.
هتيجي داخل على الميه بتاعتهم يا فزاع وتقعد تحقنها ايه؟ يجرح. اللي بيزرع دي حبوب وهرمونات مش ما بتكبر البيض. وشويه الله ينور عليكم لمين البيض بدري النهارده. ايه رايك؟ انت يا ابني انت هو انت يا ابني انت هو انت عايز ايه على الصبح؟ ما تحترموا نفسكم ادفعوا الفلوس اللي عليكم ولا يبقى نهاركم اسود. ده انا لسه جاي ناخد عليك يا حاج هارون. ايه؟ لسه جاي ناخد عليك. لا يا حبيبي شطبني يا اخي احنا مش هناخده ياما يا حاج هارون. ده 2 طين لغايه بكره ولا ياما ولا شويه. يا همام يا حاج هارون. فين الدكان من سبب؟ هو احنا مش متفقين معاك ان لما الفراخ تبيض الفراخ ما هيش بايضه فيك سنه يا حاج هارون لما استنى سنتين على ما تبيض. ده انت باين جايبين فراخ عقيمه يا حاج هارون. عيب يا حاج هارون الكلام اللي انت بتقول. انت كده بتغلط فيا. ما ده انت لسه شفت غلط. احنا غلط هيطلع دلوقتي لو ما جبتوش فلوس يا حراميه يا نصابين. كلها شهرين الفراخ هتكون باضت لا يا حبيبي خلاص انا استنيتكم بما فيه الكفايه انما انتم ما عندكمش دم. الفراخ بتبشر والله يا حاج هارون. والله ما انا ماشي بالنغر بفلوس. انا ما عندكمش ريحه الدم. تعال يا حاج بسيوني. صوتكم عالي ليه؟ يا حاج بسيوني يا جماعه قلالات القيمه دول لما دفعوش فلوس الفلوس انا هنعلقهم على المفرخه يا ده. حاج هارون كده. والراحه يا رجال. ما عندكمش دم. اسكتوا بطلوه. يا اخوي نعمل موقفتك لنعلمه الادب على كده. مين يالي؟ استنى يا حسنون. استنى يا بزاق. طبيعي استنى بس ما تزعش دم. خلاص يا اخي يا اخي خلاص يا المشكلة عليك. المشكلة عليك قولوا لي. دلوقتي يا حاج بسيوني جيت لهم هم جوني المحل قالوا لي احنا جايبين فراخ. لا انت اللي جيت لنا دلوقتي. بس يا معلم انت لما نحكي من الاول. لا احكي من ساعة ما وصلنا انا اهو. انت بتحكي من الاول ليه؟ والله حاج هارون بالراحة العملية مش ضربه خلاص. قولوا لي بس. يعني انت ليك عندهم فلوس؟ ليه عندهم فلوس يا حاج بسيوني 37,000. لا 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 يا رجاله ما تدوش الفلوس ليه؟ 37,200 ده كذاب. مستنظرين ايه طيب يا رجال؟ يعني عرفت بقى ان حتى كده انا عايز تعرف انتوا مستنظرين ايه ما تدوش فلوس ليه؟ مستنظرين ايه يا حاج بسيوني؟ الرزق ده مش ربنا اللي بيبعته. طب لسه ربنا ما بعتش رزقه والفراخ ما بيضيتش. وعشان البيض يا حاج بسيوني فراخ عشان بيض. اسمع وعشان البيض لازما يا حاج بسيوني نحط لها عليقه. العليقه دي عشان تيجي الحاج هارون. بقوم ايه بقى عشان العليقه تيجي. اسمع خلاص انت. امال احنا جايبين مهندس الشواذ دي ليه؟ ثلاثة بالله العظيم ما خرب بيتكم غير ده. ليه ده كل ساعتين بيشمطلهم بالعصر سكر عليك. اسمع يا غبي منك له. في واحد يجني فراخ عشان تبيض. طب ليه الواحد يجني 1000 فرخة عشان يبيضوا؟ طب ما يجني راس واحدة وتبيض 1000 بيضة في اليوم. الراس دي هتيجي ازاي بقى؟ في فرخة بتبيض 1000 بيضة في اليوم. ما مش فرخة انا عندنا مزرعة ما بتدحيش ولا بيضة حتى. انتوا جايين كام فرخة؟ ده يمكن بتاع 7-8 آلاف. 7-8 بياكلوا لهم في اليوم بأحسن من 10-12 ألف جنيه صح؟ حصل على قد الحصل. ايوه على قد يا حبيبي. هم بيضوا. خرب بيتي من ما شويه. بيبيضوش خالص. أنا عندي حمارة بتاكل ب 120 جنيه وبتبيض 1000 بيضة في اليوم. تقول يا حمارة؟ سمحت عليا في كتاب الجغرافي. سمحت عليا في كتاب الجغرافيا في قسم انتاج حيوان. قال يأتي في عصر الحديث حمارة تبيض ولا تلد. نهار اسود ده. صح يا حبيبي. هو انت جبتيه؟ انا سامع عنها برضه. انت عبيط ما بتفهمش حاجه. ده من أمريكا دي. طالع العالم بتاعنا عارف كل حاجه. ايوه لا بدل ما تبيعوا الفراخ واشتروا حمارة زي اللي انا شاريه. نقول لك ايه؟ طب انت جايبها منين ولا؟ لا ما فيش تاني. طب ما نقول لك على حاجه. ما اصل احنا كده مش هنعرفه. انت وصلنا الراجل اللي انت جايب منه. تعالوا معاكم محمود بس عشان تصدقوا الاول وبعدين تشوف. يلا يعني اقطع نص مباراكم برجليا مش بايدي. ايش ما عبد الله ربنا قوي. ابوك هيلبسنا بامك. استنى اهو يا رجاله اهو بيطلع البيض. هات يا عبد الرحمن. يا رجال ريح البسون. اللهم صل على النبي. الله اهو بيض ولا مش بيض؟ دي بيض. دي لحمه. المعلم باسم على فكرة حمل عربيتين شفر وفاضل المعلم مصطفى واخد عربية دبابة. اسمعوا بس عشان انا بننسي جاي عندك في الضفطة. طب مين اللي جاي لنا بكره؟ عشان داويلي جاي بكره. قولوا جيب 2 بطفر واحده شافه. لا
والنبي ما يجي، والنبي ما تقعد عندك لبكره. احنا هناخدوها يا حاج بسيوني على مسؤوليتي يا حاج فزاع. لا اوعى تديها لهم. على مسؤوليتي، اوعى تديها لهم يا حاج بسيوني. استنوا بس يا حاج هارون انت بتقطع عليني. يا حاج هارون اعجى. عيب. مش كده. انتوا يا رجاله اصبروا، دي الحماره البياضه بتاعتي مين قال لكم انا هنبيع؟ حاج بسيون ايه؟ هو انت مش اللي يهمك ان ما فيش مشاكل تحصل وان ربنا يصلح حالنا وحالك وحال الجميع؟ ايوه خلاص يا عم اديها لنا خد انت الفراخ عشان حتى نخلص الزفت هارون ده اهو، بدل ما نتقاتل معاه واحد يموت فينا ولا حاجه. خد يا بسيوني. العنقود لسه خد اللهم صل على النبي. الله والراح ديت بقى تدوها. تعالى يا عم. اوعى ايدك اتكلم مع اللي فاهم فيني ما يعني احنا مين اللي فاهم فيه؟ ده اسم انتاج حلوان. حيوان دي اللي فهمني. الحماره دي انا لولا انكم تفضوا المشاكل اللي بينكم وبين هارون وثلاثه بالله الله العظيم يرضيك يا ما حاصل. بس انا قلت عشان خاطركم يعني. الحماره دي يتاكلوها بس شويه ردي وشويه ذره وعلف التيب. خلاص على كده الاكل في سهل. اليوم 1000 بيضه. ماشي هتلبسوا الكيس دي وتمينك وراه او بحجرك كده وراه. ماشي. وانت واحد اكل والتاني وراه ويغني لها اي حاجه. يعني اي اغنيه هي بتحب الاغاني. ما فيش طب مشاكل. انت شغلت لها التليفون. حلو بلاش شغل تليفون عشان هي بتحب الاغاني شفويه كده. لا ده انا هنظبطها كده. بالاغاني. مش انت تعرف تتعامل معاها يا باشمهندس. هاتوا اللي بتاعت الحماره وتعالوا. حل حمارة استنوا كده المفرخه بتاعتي. يا راجل تعالى نمضي لك على العقودات. ما هو على مسؤوليتها ما هارون عليكم مهندس. وهروح على مين؟ عليكم انتوا. وماله؟ احنا كده هنسجلوه بقى مع ربنا يفتح ويوسع. خلاص مبروك عليكم الحماره. ومال؟ وعايزين بيض؟ لا البيض الله يصلح لك فيه. احنا خلاص على نفسنا. الكنز بس يا عم. ايوه الله يسهل لكم بقى. فهمت. خد شويه الفلوس. تعالى بكره يا اخويا المعلم شندويلة هيجي هنحملوا له خد فلوس. مين اللي من بكره ما فرجيش. مين هيطلع البيض؟ ابقى ابعت المعلم شندويلة عليا لا يطلع البيض الباشمهندس بتاعنا. خد يا باشمهندس. ما تاخد المستعمل دهوت وسيبوا دي وفروه. لا ما بنوفروش احنا ده انا هنجيب دستة النهارده. وسع. تعالوا وراي. عليكم تعالوا بقى احنا. لا ما تركبش عليه. هتفرفط منك وانت ماشي. خلي بالكم من حرسان كسر الورق. ايه؟ كسر العنقود خدت العنقود. هي كانت بتجيب بيض ازاي؟ انت مالك؟ نعم. تخصصي ما انا كنت في دبلوم زراعه. بس ودي ايدك ليه؟ جاب الزراعه للولاد. ايوه ما انا كنت قسم انتاج حيوان. ثلاثة بالله العظيم اديك 6 فراخ انت تاكلهم. 6 فراخ تاكلهم الليله بس. يا بختك. وانت اللي تاخد لك 6 فراخ. يلا بينا. وانت اللي وانا تاخد 10 فراخ. يلا بينا وانت تخلص برضه منهم. يلا بينا على المفرخ. يلا قولي باضي لسه يا هندسه ده ظهر انقطم قدام. ازاي لسه؟ طب روح عوضان هتلاقي علف. وانت ما انتش هتطلع علفي. ده احنا ده 90 علفه جبناها ليه؟ هات له حمار من حياتي. ما تشوف انت فكرت نفسك مهندس صحيح. اهو يا حاج فزاع جبت لها الشريطه بحالها عشان ما تقولي روح هات علفي. امال احسن برضه. الشريطه خلصت عليها اهو يا لسه ما. كل ايه يا باشمهندس باظت؟ لسه ايه المال دي؟ ما عشان الدح يا حاج فزاع. بصوا بقى يا جماعه، انا هنقول لكم على حاجه. جو الحماره دي مش اللي انا شايفها في كتاب الجغرافي. يعني ايه؟ بصراحه ده كان لونها ابيض. انا هخلي نهار امك اسود. ما دام هي ابيض يعني مش زي زي الحماره. لا كده مش انت قايل دي على مسؤوليتي. مش قلت لي خدوها؟ ده انا ما كنتش هنصدقه وقلت لي ده انا شايفها في كتاب الجغرافيا عملت لي فيها العالم ناتشاري. ده انت نهار امك اسود. بس انا فهمت يا جماعه. واستنونا بالجديد بسيوني همام زقلة وفزاع. احنا اساس الابداع
ومعانا عبد العال، يا ابني احنا اساس الضحك.